والله متطورة الأمور عند الشامي. تبا لهاي الحكي اللي ما عجبها تيجي غير هون. وشفته هو كيف عم يعمل شوف انا ما دخلني هي عندها حساسيه انا ما دخلني. صار الشامي هو فرصه انه الواحد ياخذ لحاله اتنشن، بس اطلع لعنده واعمل حركه غريبه وخلي هيدي اللقطه تنتشر. عم يطلع فيهم للجمهور ويحكي لهم روقوا روقوا، يعني انه ما حدا هلا راح ينط على المسرح بعد ما بتحكي لهم هيك. هيدي الآلية اللي هو بيستخدمها بدل ما يكون المسرح مجهز بانه ما حدا ينط عليه، لا 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 لا، هو بيحاول انه يعول على فهمهم ويحكي لهم انه انتبهوا don't do it. الفرق بين الابتسامة اللي عطاها للبنت انه تمام كول، وبين النظرة اللي عطاها للشاب لما اللي كان عم ينسحب وهو عم يا ليلى ليلى ليلى. انتزعت السهرة، الناس عم تنط والناس عم تسحب الشامي بالأرجاء مثل كأنهم بأنزال النورماندي، وهذا عم يحكي لك انتزعت الشهرة. لا السهرة لا يا حبيبي، السهرة بأوجها، السهرة أحلى ما يكون. لو أنه الشامي ما بيعجبه هدول الشغلات كان بيجهز المسرح بحيث أنهم ما يصيروا. شوف الفنانين التانيين نادرا تشوف حدا عم ينط عليهم بهيدي الطريقة، لأنه دائما المسرح مجهز. أما عند الشامي لا، عند الشامي سبحان الله كلهم بيصير عندهم هيك أرجل الضفادع وبيصيروا هيك ينطوا أكثر.